المهم إخواني الكرام أنه إقالة مدير تلفزيون راهي كشفت شيء خطير، هي الفوبيا نتاع المغرب، سواء كان هذا السبب مباشر أو غير مباشر. اللي حدث أن الطريقة التي تعامل بها التلفزيون الجزائري مع تتويجات المغرب كانت سيئة جدا. إذا تمت إقالته على هذا السبب في المغرب هو السبب، وإذا كان تمت إقالته على أنهم تناولوا تأهل المغرب فأيضا المغرب هو السبب. وخاصة أن هذه الفضائح نتاع التلفزيون راهي وصلت، تم الحديث عنها في كثير من دول العالم، والغريب أنه ذلك حدث مباشرة بعدما تناولت لو باريزيان حكاية هذا الصمت الذي المطبق من طرف التلفزيون العمومي حول انتصارات المغرب. هي تناولاته من هنا هما أقلوه. وأنا نقول لكم دائما أن النظام الجزائري عنده حساسية دائما من أي شيء يأتي في الإعلام الفرنسي أو جمعيات فرنسية. لو تأتي جمعية لتربية الصراصير والحفاظ عليها ولا لتربية الذبان تنتقد ممارسات النظام مع صراصير وذبان في الجزائر، تصرح حالة الطوارئ عليهم، والمسؤول في وزارة الفلاحة ولا في وزارة الصحة تتم إقالته مباشرة. ما يحبوش، عندهم عقدة من فرنسا، عندهم هذه العقدة، أي إعلام فرنسي يتناولهم يعقدهم. هذا هو الواقع مباشرة. يعني حقيقة أن فضائح التلفزيون راهي مش وصلت لفرنسا فقط، أيضا صحيفة ومواقع في دول أخرى ومنها إيطاليا تحدثت على هذا الأمر، تحدثت وكشفت حقيقة أنه ما يجري يعني مهزلة حقيقة. أنا قلت إذا تم إقالته سبب أنه لم يكن في مستوى التعامل مع الحدث فهذا سبب المغرب. أما إذا كان أيضا تمت إقالته بسبب أنه تناول الخبر فأيضا السبب هو المغرب. لكن أقول لكم شيء، أولا أن التلفزيون الجزائري لم يكن يحضر نفسه كيفاش يتعامل إلى احتمال أن المغرب يمضي بعيدا، ما حطوهاش في الحسبان، بل أنهم أعدوا أنفسهم حسب مصدر من داخل التلفزيون الجزائري أنه اللي حضروا أنفسهم وحضروا حتى يديروا تقارير على المستوى كرة القدم المغربية وما حدث فيها، وحضروا فضائح وكذا وكذا، ما سموها هم فضائح، وقضية إقالة المدرب السابق وجابوا واحد وبداروا حتى تقارير على أساس أنه هذا ليس لديه تجربة كبيرة في عالم التدريب، وجدوا مادة كبيرة. هذا مصدري من داخل التلفزيون. يعني حضروا أنفسهم أنهم يديروا حصص على خيبات الفريق المغربي في المونديال. فجأة تنقلب الأمور، مشت في اتجاه معاكس، وقفوا مصدومين. جاتهم أوامر من طرف الأجهزة الأمنية أنكم غضوا البصر. في الأول قال لك هذه المرة فاتت، المرة الجاية مستحيل تفوت، حتى وصلت للبرتغال وفاتوا للمربع الذهبي، وقعوا في صدمة حقيقية. لذلك تمت إقالة هذا المدير بسبب المغرب. الآن جابوا واحد آخر ويحضروا في خريطة أخرى أن المغرب ماذا لو يدي الكاس، وهم تبهدلوا، ما تبهدلوش مع المغرب. وش راح يضيف للفريق المغربي أنه تلفزيون تاع الجزائر يهضر عليه؟ وهو هضر عليه كل المؤسسات العالمية. الواشنطن البوست يا ناس تحط صورة الرقراقي والفريق نتاعو في الصفحة الأولى. أتدري ما معنى الواشنطن بوست؟ نعم، أنت تنتظر في اليتيمة وفي النشرة الثامنة اللي الجزائريين ما يشوفوهاش، وفقط واش يشوفوا منها ما ينشره الجزائريون من نكت، بل أنهم صاروا يعطوا أوامر في الكازرنات العسكريين بضرورة مشاهدة فيديوهات التلفزيون حتى يرفعوا لها نسبة المشاهدة. حتى الحوارات نتاع تبون اللي يديرها مع التلفزيون يعطوا لهم أوامر بضرورة مشاهدتها عدة مرات باش يرفعوا له نسبة المشاهدة حتى ما يتبهدلش، لأنه عموم الجزائريين ما يشوفوهاش. إذن الآن باش يحضروا في أنفسهم، وحسب المعلومات المتوفرة لدي قالوا راهم جابوا النذير بوقابس، وهو صحفي لا غبار على هذا الأمر وابن الصحافة ومتخرج من معهد الإعلام وكذا، يعني جابوه الآن باش يبدأ مرحلة جديدة، لأنه لا يمكن أن يبدأ مرحلة جديدة مع نفس المدير بعد الهزات. والمدير ما عنده حتى ذنب باش نكونوا صراحة، هم اللي يعطوا له أوامر أنه يتجاهل انتصارات المغرب، واعطوا له أوامر قبل بداية المونديال أنهم يحضروا ملفات حول واقع كرة القدم في المغرب باش يحرضوا الشارع المغربي تجاه السلطة المغربية. هذا هو.
لأنه الشعوب كل متعاطفة مع كرة القدم وكذا، وهما كانوا توقعوا أنها تكون هزائم نكراء ب7 أهداف و8 أهداف، راح يوجدوها فرصة باش يتلذذون بمضغ لحم المغرب فقط عبر التلفزيون. الأمور مشت لهم العكس، تلك المادة كل حطوها جانبا، وقفوا مصدومين، قالوا لهم كل مقابلة يقول لهم تجاهلوها، حتى أصبحوا 4 مقابلات في اليوم لما يكون فيها المغرب يولوا 3 مقابلات في التلفزيون الجزائري، وصارت مضحكة ومسخرة. وزاد لما فات للمربع الذهبي وتأهل وصار هو رابع ال3 الكبار، وصار الآن في أقل الأحوال على حسب المحللين أنه سيتوج بالميدالية البرونزية، والمحتمل الكبير عند كبار المحللين أنه الكأس يكون من نصيبه. لذلك بدوا يستعدوا إلى مرحلة جديدة، وقلتها في مداخلة سابقة وكانت مباشر على أنه الاستخبارات راهم حضروا أنفسهم لمرحلة جديدة، وأنهم الاجتماع اللي حدث في وزارة الدفاع راهم تناولوا قضية المغرب وتكلموا على قضية التلفزيون، وصدمتهم الآن المرحلة فأرادوا الاستعداد لمرحلة أخرى. ونشوفوا المقابلة نتاع فرنسا والمغرب إذا تناولوها بطريقة جديدة، معناها أنهم يحاولوا يحسنوا وجوههم، ومعناها أنهم أقالوا المدير ومسحوا فيه الموس. هذه هي مشكلة المخابرات في الجزائر، أن التلفزيونات يعطوهم الأوامر، ديروا هذه، يبعثوا لهم خريطة، يبعثوا لهم مقالات، انشروها بالأوامر. إذا حققت نتيجة يا هم فرحانين، إذا حققت نتيجة سلبية ضحوا بالمدير والمسؤولين، وهما في الخفاء. هذا اللي يجري الآن. أنا قلت لكم إذا كان مسحوا في الموس في المدير وطيروه بسبب المغرب، الآن نشوفوا المرحلة القادمة. إذا كان تلفزيون الجزائر تعامل بموضوعية ومهنية مع ما يجري في كأس العالم، راهم حابين يصلحوا شوية، يعاودوا يردوا ماء الحياء لوجوههم. والأمر الثاني أنه ما حدث شكل لهم فضيحة بمعنى الكلمة، وكشف ولا لهم عار بين الشعوب والأمم، أنهم حاولوا الآن يعيدوا بعض الكرامة لوجوههم التي لا كرامة لها. هذا هو الواقع. أما إذا استمر الأمر على ما هو عليه بنفس الطريقة وبنفس التجاهل، وربما يفوز المغرب بكأس العالم ويتحدثوا على الفريق اللي ما اداش الكاس، وأخفق الفريق الفلاني بالفوز بالكأس، ويجيبوا لك مسيرته الرياضية ولن يذكروا المغرب، ولا يقول لك كأس العالم فازت به جهة مجهولة ويجري البحث على معرفتها من هي. هذا اللي يبقى لنا. المهم إخواني الكرام نقول لكم أنه شوف الهزات، يعني علاش ما تخليش التلفزيون يتعامل بمهنية يا ناس؟